او شرط جزائي بقد كده. طب ليه اصلا هو ما عندوش خبره مع المنتخبات؟ يعني دي حاجه، معلش يعني ليه ما بتستغلش واحد زي كابتن حسن شحاته؟ يعني انا مش فاهم. يعني خليك معايا فكر كده، انت ليه مثلا ما بتجيبش واحد زي كابتن حسن شحاته؟ هو في حد مدرب اجنبي خد 3 بطولات افريقيه مع مصر غير وطني؟ خلاص فسخ عقده بالتراضي مع النادي الاهلي وراح المصري البورسعيدي 3 سنين ونص. تمام. ايا كان اللي حصل ايه، بس خلاص هو الراجل تراضى مع النادي الاهلي. نادي الزمالك اتعاقد مع 7 لعيبه اللي هم خلاص طلعنا من البطوله. تمام، والحمد لله قدر الله ما شاء فعل. تعال بقى نشوف الموقف بتاع اتحاد الكوره. هل اتحاد الكوره هيمشي؟ هل اتحاد الكوره هيقعد؟ هل في انتخابات؟ هل مفيش انتخابات؟ الناس كلها دلوقتي بتقول المنتخب الاتحاد يمشي. تمام. وزير الشباب والرياضه بقى طلع نهى الموضوع ده تماما تماما. قال لك ايه بقى وزير الشباب والرياضه؟ وزير الشباب والرياضه طلع قال لك يا حضرات الانتخابات هتبقى في شهر 8 في شهر 9 الجاي. تمام كده. طيب الناس تقول لك دلوقتي ايه؟ طب ما يمشوا ومدير التنفيذي مثلا بتاع الاتحاد يدير الكوره لغايه ما ايه؟ ما 8 9 يجي. طيب تمام. طب احنا لو عملنا كده، الراجل قال لك لا احنا مش عايزين نخش المره اللي فاتت دخلنا في دوامه البتاع اللي هو اللي كان الاتحاد الكوره كان في مشكله قبل الاتحاد اللي موجود حاليا. ايه هو الاتحاد اللي موجود حاليا؟ كان في مشكله عشان خاطر المره اللي فاتت ايام كروش قال لك لا يا باشا، لا مش عايزين الناس ديت والناس دي تمشي، وجابوا احمد مجاهد اللي كان بيدير الاتحاد 3 افراد. فوزير الشباب والرياضه قال لك عشان ما نخشش في الموضوع ده خليهم يكملوا لغايه شهر 8 او 9 الجاي ونعمل انتخابات. تمام. طب واحد تاني يجي يقول لك ايه؟ طب هم لو مشوا، تمام، او مثلا فيتوريا مشي. طب فيتوريا معلش في الكلمه هيمشي. تمام. عايز اقول لك ان انت عندك ماتشين مهمين في شهر 6 الجاي برضه، عشان ما نقولش اي كلام. تمام. طب احنا لو قلنا مثلا فيتوريا يمشي، تمام، الماتشين دول هيأهلوك لكأس العالم. عندك بوركينا فاسو هنا في مصر، وعندك غينيا بيساو بره، كويس اللي هم ما بيلعبوش في غينيا هناك. تمام. طب انت لو هم الناس ديت جت، هل انت في مدرب تقدر تجيبه دلوقتي؟ تمام. يقول مثلا ان انا هشيل المسؤوليه كامله في الماتشين دول؟ ما اعرفش. في واحد تاني يقول لك طب الاتحاد ده لو مش هتجيب مين؟ ما في عندنا كوادر. انت ممكن تجيب محمود طاهر، راجل محترم وكان عامل شغل مع النادي الاهلي، راجل فوق الممتاز، الباشمهندس محمود طاهر. تمام. في كابتن طاهر ابو زيد كان ماسك وزير الشباب قبل كده وكان راجل محترم. في ناس كتير. احنا مش عايزين نعك ومش عايزين اي كلام يتقال وخلاص. في ناس كتير تصلح اللي هي تمسك الاتحاد وناس نظيفه. بلاش شغل الشلل وبلاش شغل انا عايز اجيب دوت عشان خاطر اخد من وراه كذا، او اجيب قدام عشان اخد من وراه كذا وبتاع. فاحنا بنقول لا، في ناس محترمه كتير. تمام. وبعدين في حاجه هنا، انت ليه معلش يعني ليه ما بتستغلش واحد زي كابتن حسن شحاته؟ يعني انا مش فاهم. يعني خليك معايا فكر كده، انت ليه مثلا ما بتجيبش واحد زي كابتن حسن شحاته تمسكه مثلا مستشار مثلا المنتخب؟ تجيب مدرب مثلا وهو يبقى المستشار بتاعه. ليه؟ راجل واخد 3 افريقيا وراجل محقق العلامه الكامله في افريقيا. انت ليه ما بتجيبش مثلا حد زي حسن شحاته تقول له مثلا يا عم تعالى اقعد على الكرسي، خليك انت المستشار بتاع المدير الفني ايا كان مين المدير الفني. لكن مفيش. انت من 2010 اخر بطوله انت خدتها انت ما جهزتش مدرب وطني، ما جهزتش مدرب وطني لغايه دلوقتي، عكس الناس التانية. يعني انت عندك المغرب وليد الركراكي مدرب 10 على 10 كانوا بيأهلوه. بتاع السنغال كذلك. بتاع السنغال مسك مساعد مدرب وبعد كده ودوه المنتخب الاولمبي وبعد كده جابوه المنتخب الاول، جاب لهم 2 افريقيا، وصلهم 2 نهائي، وصلهم كاس العالم مرتين. يعني المنتخبات، المدرب بتاع كوت ديفوار اللي هو كسب السنغال ووصلهم للدور الثمانية مدرب وطني. وعايز اقول معلومه، المدرب الوطني في مصر هو الوحيد اللي البطولات بتيجي على ايده. يعني حسن شحاته، الجوهري، الناس دي اللي عملت انجاز. هو في حد مدرب اجنبي خد 3 بطولات افريقيه مع مصر غير وطني؟ انا بس عايز افهم حاجه. ده كابتن حسن شحاته عشان خاطر يعني جاب لك 3 افريقيا، مسك ايطاليا كانت واخده 2006 كاس العالم خسرت،
من المنتخب. مسك البرازيل كسبتك في اخر دقيقه بضربه جزاء. كان عامل حاله في افريقيا، كان فعلا افريقيا بتنمي المغرب على حس المنتخب ده. منتخب تقيل ومنتخب فيه روح. وعشان ما وصلش كاس العالم قلتوا ده حسن شحاته وحش، وحسن شحاته ومشي الراجل. طب احنا من 2010 لغايه دلوقتي داخل في 10 سنين ما جهزتش مدرب؟ ليه احنا ما بنشتغلش على كده؟ انا مش فاهم. يعني ليه احنا ما بنشتغلش ان احنا نجيب مدرب وننميه ونعمله والكلام ده كله؟ فانا بس عايز اقول لا، انت عندك كوادر، تمام، في ناس كتير قوي انت ممكن تستغلها. النهارده في بيان عشان بس نقفل قصه بتاع اتحاد الكوره. يعني تحس ان هم بيقولوا اي كلام او اي حاجه، تحس يعني انا قريت البيان وقفت عند 3 4 اسطر في الاخر كده، تحس ان في حاجه غلط. يعني تعال نشوف البيان كده، البيان قدامكم اهوت، تعال نشوفه في اخر 4 اسطر او اخر حاجه كده. يعني ايه بيقول لك ايه؟ فان المجلس بصدد عقد اجتماع يوم الاحد الموافق 4/2/2024 لدراسه لتقارير الفنيه والطبيه والاداريه وتقارير رئيس البعثه والمشرف على المنتخب لاتخاذ القرارات المناسبه. قرارات المناسبه ايه يا بيه؟ تمام. ولن يدخر الاتحاد اي جهد او فكر لاتخاذ كل ما هو ممكن ومناسب لمصلحه المنتخب في الفتره المقبله. طب انت حضرتك دلوقتي اذا كان البعثه كلها كانت مع المنتخب، يعني البعثه كلها كانت مع المنتخب، كان عندك رئيس الاتحاد كان مع المنتخب، كان عندك رئيس بعثه، كان عندك الناس بتوع اتحاد الكوره. انت عديت اصلا الحد الادنى اللي هم مدوا لك افريقيا، ورحت وديت ناس اكتر. وعشان ده كده حصل ايه؟ المنتخب بتاع الكره الشاطئيه رايح يلعب كاس العالم في الامارات، راح من غير اصلا رئيس بعثه. ده فيدل ايه؟ ان في فشل تام في المنظومه. مفيش درايه ان الدنيا رايحه فين وجايه منين، كل واحد يلا الطياره اللي عليها الدور بيطلع، محدش فاهم حاجه. ومين اللي بيشيل في الاول والاخر؟ الناس، الجمهور اللي مش فاهم حاجه. تمام. ان شاء الله باذن الله. بس عايز اقول ان النهارده اتحاد الكوره قعد مع فيتوريا عشان خاطر الشرط الجزائي، تمام، وهو عايز الموضوع يتحل بالتراضي. بس انا بقول لك فيتوريا مش هيتحل بالتراضي، لان العقد بتاعه 600 الف دولار. ده عقد الشرط الجزائي. اضرب بقى 600 الف دولار بكام. ده الشرط الجزائي لو فيتوريا مش. ففي مشكله، فالناس قاعده معاه لغايه دلوقتي. النصر السعودي بعت فاكس قال لهم ده مش هيحل بالتراضي، لانه كان ماسك النصر السعودي قبل كده، النصر باين، وقال لهم ده مش هيحل بالتراضي، فانتوا ما ينفعش ان انتوا تحلوا معاه كده، عشان خاطر هو مش هيسيب دولار واحد. تمام. ودوت معلش في الكلمه، انت جايب مدرب، معلش انا اسف، انت جايب مدرب اصلا ولا عنده خبره في المنتخبات ولا مسك منتخبات ولا اي حاجه، وجايبه وحاطط له عقد او شرط جزائي بقد كده. طب ليه اصلا هو ما عندوش خبره مع المنتخبات؟ يعني دي حاجه غريبه جدا. انا لغايه دلوقتي والله العظيم ما فاهمها. يعني انا مش فاهم انت ازاي اصلا اتعاقدت مع حد كده ولا عنده خبره مع المنتخبات ولا مسك منتخبات وحاطط له عقد بالقيمه دي كلها. تمام. خلصنا قصه المنتخب وقصه الدنيا كلها. تمام. نيجي للنادي الاهلي. النادي الاهلي صلاح محسن خلاص فسخ عقده بالتراضي مع النادي الاهلي وراح المصري البورسعيدي 3 سنين ونص. تمام. ايا كان اللي حصل ايه، بس خلاص هو الراجل تراضى مع النادي الاهلي ومشي. تمام. قصه ابو جبل اللي هو راح الاهلي ورجع، وقصه الاهلي لا ده ما عملوش. ابو جبل من الاخر في ملابسات في الموضوع. ان الاهلي ناجح ليه؟ عشان الاهلي اوضه اللبس بتاعته قويه، ومش اي حد بيتكلم في حاجه. شفنا ناس كانت بتلعب في انديه تانية، تمام، كانت بتقول اللي هي عايزه تقوله في اي وقت وفي اي كلام وبتاع، بتروح النادي الاهلي في حدود وفي التزام. فقصه ابو جبل ما كانش هيبقى ملم قوي باوضه اللبس، او كان هم شايفين ان اوضه اللبس هيبقى فيها مشاكل، فالعقد اتفسخ وخلاص. والاهلي، وعايز اقول لك ان الاهلي ما طلعش ببيان رسمي قال ان ابو جبل مع النادي الاهلي، كلها كانت تصاريح وكان فعلا هو راح النادي الاهلي. بس انا عايز اقول برضو ان الاهلي يعني ايه، دي كل القصه. في برضو حاجه، قصه بتاعت صلاح محسن اللي هو مشي من الاهلي. ان صلاح محسن مشي بالتراضي، ولا في مشاكل ولا في غيره ولا بتاع.
الخمسه الاجانب اللي جم من غانا اللي هم الناشئين، احتمال قريب هو لعبوا ماتش كده ودي ده مع 2003 بتاع النادي الاهلي الناشئين، وهيعملوا كولر عايز ناس منهم، واحتمال هياخد منهم 2 او 3، هم 5، وعايزين منهم كولر قال انا عايز واحد منهم يبقى بيلعب في الحته اللي تحت دي بس بيلعب برجله الشمال. فاحتمال كبير قوي عايز اقول ان اللعيبه دي جامده جدا. وعايز اقول كابتن هاني رمزي عامل شغل مع غانا جامد، واللعيبه ديت 10 على 10 بصراحه. فباذن الله كل ان شاء الله كل حاجه هتظهر ان شاء الله، لاني الاهلي انا عايز اقول ان هو بس الحته اللي ورا ديت عايز حته ايه، حد يلعب من ناحيه الشمال برجله. فكل التوفيق للنادي الاهلي. نيجي بقى نخش على نادي الزمالك. نادي الزمالك ناس كتير عماله بتقول ده عبد الله السعيد راح، ده ناصر ماهر جه، ده عبد الله السعيد ما مضاش، ده في مشاكل مع بيراميدز بتاع مش عارف ايه. نادي الزمالك اتعاقد مع 7 لعيبه اللي هم قدامكم دلوقتي دول، لسه كمان قبل ما يعلن الانضمام رسميا عليهم، دول موجودين في النادي الزمالك رسمي. فاضل بس حاجه واحده، ايه هما؟ ان الزمالك يعلن عليهم. طيب عبد الله السعيد خلاص هو يعتبر راح الاهلي الزمالك. وعبد الله كمان طلع قال لك انا هنهي حياتي اخر سنتين في نادي الزمالك. فرغبه اللاعب اللي هو هيروح نادي الزمالك وخلاص، هو راح نادي الزمالك وهينهي حياته سنتين في الزمالك. تمام. طب جوميز بتاع الزمالك، المدرب اللي هو جوميز اللي هو الجاي جديد جوميز خلاص يعتبر خلاص هو هيوصل اليومين الجايين دول، وبالفعل خلاص هو هيوصل. معاه مدرب حراس مرمى، معاه جهاز. عايز اقول كمان اللي هو جاي، ودي احلى حاجه عجباني في الاداره بتاعت نادي الزمالك اليومين دول، اللي هو مش جاي بعقد، جاي ب $60,000 بحارس، بمدرب حراس، بمدرب احمال، بكله. طب معتمد جمال هيمشي، معتمد جمال الاداره سايبه الموضوع، الكره في ملعبه، هيكمل هيقعد، عايز تقعد اقعد، عايز تمشي برضه امشي. والراجل طبعا مسك الزمالك، واي نادي طبعا نادي الزمالك كبير، اي نادي هيمسكه ده كان السي في بتاعه في نادي الزمالك. فانا بس عايز اقول قصه نادي الزمالك، ال7 لعيبه اللي انا وريتهم لحضراتكم دول خلاص دول اعلن عنهم، معاهم المدافع الفلسطيني معاهم. يعني النادي الزمالك عايز يعمل احلال وتجديد، لان الفتره اللي فاتت الزمالك ما كانش بيعمل يعني اي صفقات، لان احنا كنا عارفين ان القيد واقف. تمام. كل التوفيق لنادي الزمالك، ويا رب عشان نادي الزمالك لما بيبقى جامد الكره المصريه بتبقى حلوه، بيبقى فيها ند. فعايز اقول حاجه صغيره كده. تمام. فالحاجه اللي انا عايز اقولها خصوصا بمهند لاشين وفيتوريا، لان ناس كتير قوي قالت طب هو ايه، طب هو ما شاطش ليه، طب مش عارف ايه. عايز اقول ان المدرب، سيبك من اللاعب، المدرب يا جماعه، انت معلش في الكلمه، انت منزل مهند لاشين في اخر ربع ساعه، المفروض ان انت منزله خلاص انت تلعب ضربات جزاء او ضربات ترجيح. تمام. اللاعب في السوبر قدام سيراميكا ضيع ضربه جزاء، بتاعت السنغال ضيع برضو قدام السنغال. فاللاعب مش مهيأ اللي هو يشوط ضربات جزاء. انت كمدرب وكفاهم حاجه بس كده ايه من على طرف المعلقه، يعني حاجه كده. انت كمدرب انت كنت بتقول في مؤتمر قبل كده انا بروح الاتحاد من الساعه 8 الصبح للساعه 8 بالليل. طب انت حضرتك الساعه 8 من الصبح لغايه الساعه 8 بالليل ازاي مش عارف قيمه اللعيبه اللي معاك؟ او انت مش عارف ان اللاعب ده مش مؤهل نفسيا ان هو يشوط ضربه الجزاء او ما يشوطش؟ انا دي برضو مش فاهمها. اللاعب معلوش لوم. تمام. انت حضرتك اللاعب ده مش مؤهل اللي هو يشوط. تمام. في ناس قالت ابو جبل هو البطل ومش عارف ايه، ما فيهاش بطل يا حضرات ولا غيره. في لاعب انت حضرتك دلوقتي مش قادر ان انت تشوط. تمام. انت منزله في اخر ربع ساعه. طب انا مش فاهم. يعني انا بصراحه انت حضرتك بتروح الاتحاد من الساعه 8 الصبح لغايه الساعه 8 بالليل بتعمل ايه؟ تقعد تشرب شاي وقهوه؟ ما انا مش فاهم. ولا احنا اللي المفروض نبقى عارفين اللاعب او حاجه؟ فانا بس عايز اقول ان حاجه كده ككوره، اللاعب مش مؤهل ان هو يشوط ضربات جزاء، ضربات ترجيح ما يشوطش. رغم ان في الكوره معلش مع احترامي ليك مفيش الكلام ده. انت لاعب كره قدم، يعني ده شغلك، ده اكل عيشك. انت حضرتك دلوقتي يعني ايه انا خايف؟ انا مش فاهم.
يعني انا خايف، يعني انا. فكل التوفيق، وكل التوفيق للقادم في الاتحاد الكوره، لان اتحاد الكوره اقسم بالله يا جماعه احنا في كارثه. اقسم بالله احنا في كارثه. احنا كل مدى ومدى احنا بنعمل اعلانات وبنعمل شو وبنعمل مش عارف ايه، ده المنتخب رايح، ده المنتخب مش عارف ايه، واصلا احنا ما بنتفائلش ما اعرفش بايه، وانا ما بتفائلش مش عارف بايه، اصلا انت مكلبشني السنه مش عارف 2010 هنا، لا مكلبشني في ايدي هنا. اعلانات غريبه وبنتساق وراها وبنمشي وراها، لكن اقسم بالله احنا داخلين على مشكله جامده جامده جامده، وداخلين على نصيبه في الكره المصريه. لازما من دلوقتي تأهل مدرب وطني وطني، لاني انا بقول لك اهو، المدرب الوطني انت هتعرف تحاسبه، الجمهور هيعرف يحاسبه، لكن المدرب الاجنبي يوم ما بيحصل في الامور امور الشرط الجزائي وتقعد تحل معاه ومش عارف ايه، ويوم يا باشا ما بيحصل في الامور امور بيروح واخد شنطته وماشي. الناس بقى تاكل بعض هنا، محدش هو مش شاغله حد. تمام. فاحنا بس عايزين نقول تمام، في شغل احنا ما بنتحركش لما بيحصل فيه مشكله، لما بيحصل فيه نصير. يعني النهارده وزاره الشباب والرياضه اعلنت اللي فيه اكاديميه، ان حد اكاديميه كوره نطور اللعيبه، نعمل ناشئين، نعمل مش عارف ايه. طب ما الكلام ده كان المفروض حصل من 70 سنه، من 80 سنه. احنا جايين دلوقتي بنقول يا جماعه، يا جماعه عايز اقول بس معلومه، منتخب موريتانيا، مع احترام المنتخب موريتانيا، كل اللاعيبه اللي فيه محترفه. الكونغو اللي كانت بتقابلنا فيها 25 لاعب محترف، دول اقل منك ككوره وكامكانيات. في يا جماعه إيه وفي ايه؟ احنا متاخرين قوي، احنا متاخرين قوي في قصه الكوره دي. فالموضوع بس يطول شرحه، واتمنى اللي جاي او الناس اللي جايه باتحاد الكوره بلاش تصفيه حسابات، بلاش تصفيه حسابات. انت عامل عقد رعايه جامد جدا، يعني انت عامل عقد رعايه جامد جدا جدا جدا، يعني قدام حضراتكم اهو، شامل اللبس وشامل المنتخبات كلها. فاحنا عندنا الرعايه دي بتجيلك ليه؟ لان انت منتخب جامد. فلازم نستغل كل الكلام ده. كل التوفيق للمنتخب، كل التوفيق للاهلي، وكل التوفيق للزمالك، وان شاء الله باذن الله الكره المصريه تكون في تطور احسن من كده.